تبدأ الحلقة مع نوها. أمها بتقول لها إن بكرة موعد زواجها من مزعل. نوها ترد عليها وتقول إنها ما تبي تتزوج مزعل. يتدخل أبوها ويقول لها إن مزعل وقف معهم وساعدهم كتير ولازم يردون له الجميل. نوها تصرخ وتقول له إن مزعل بعمر جدة وما تقدر تتزوجه، لكن أبوها يصر ويقول لها جهزي نفسك للزواج. نوها تنقهر وتبكي بحرقة. نوها تتصل على زياد وتقول له إنها لازم تكلمه في موضوع مهم. زياد يجي لها ويسألها وش فيك، فتقول له وهي تبكي إن أهلها غاصبينها تتزوج واحد كبير بالسن بس لأنه غني. زياد يسألها وش بتسوين، فتقول له إنها بتروح لمزرعة صديقتها وتجلس هناك لأنها ما عندها حل تاني. زياد يقول لها الهروب مو حل، لكنها ترد عليه إنها ما عندها خيار وتقول له إنها كلمته لأنها محتاجة فلوس. زياد يقول لها أي شيء تحتاجينه أنا معك. زياد يوصل نوها لمزرعة صديقتها وهي تشكره وتقول له إن قلبه طيب وتعتذر إنها ورطته معها. زياد يقول لها أي شيء تحتاجينه دقي عليه. ينظرون بعض بنظرات فيها مشاعر واضحة ونلاحظ بداية حب بينهم. في مشهد ثاني طلال يتصل على سلطان ويقول له إنه يبي يتكلم معه ومع خولة في موضوع مهم. سلطان يقول له إنهم في البيت وطلال يقول له إنه جايهم. طلال يوصل بيت خولة، سلطان يفتح له الباب ويجلسون كلهم. سلطان يسأله وش الموضوع، فيقول طلال إنه يبي يتزوج نغم. سلطان ينصدم ويقول له تتكلم صدق، وطلال يقول نعم. سلطان يقول له نغم توها مطلقة ولسه في عدتها، وتسأل إذا يعرف الحكم الشرعي. طلال يقول إنه يدري ويقول إن نغم كانت مثل الممرضة لأخوه بدر والشرع يسمح له يتزوجها حتى لو ما خلصت عدتها. بعدين يسألهم إذا موافقين. خولة تسأله إذا بدر موافق، فيقول طلال إنه بدر هو اللي طلب منه يتزوج نغم وقال له إنه بيكون سعيد إذا صار الزواج. سلطان يسأله إذا نغم موافقة، وطلال يقول نعم ونغم موافقة وخولة بعد وافقت. طلال يقول لهم إن الزواج بيكون بأقرب وقت في بيته. في مشهد ثاني مشعال يطلب من الموظفة تناديله الأستاذ حسان. يجي حسان ويقول له مشعال إن اللي صار للشركة بسببه لأنه ما راجع التقارير زين. حسان يعترف بغلطه ويقول إنه قدم استقالته لخولة لكنها رفضت. مشعال يقول له حتى لو خولة ما طردتك أنا بطردك وراح أشوه سمعتك عشان ما تلقى شغل بأي شركة ثانية. حسان يقول له إذا بتطردني اطردني بس لا تشوه سمعتي. مشعال يقول له ما راح أطردك بس لازم تسمع كلامي وتسوي كل شيء أطلبه منك. بهالطريقة مشعال صار يتحكم بمساعد خولة عشان يطيح فيها. بعدها خولة تسوي اجتماع في الشركة بخصوص رفع رواتب الموظفين. كل أعضاء الشركة جالسين وتسألهم عن رأيهم، لكن كلهم يرفضون لأن مشعال كان مهددهم. خولة تغضب وتقول حبيب ما إنكم رفضتوا أنا بقدم استقالتي، وهي بتطلع يوقفها مشعال ويقول لها ما سألتي رأيي أنا موافق ولا لا. خولة تقول له إنها تعرف جوابه لكن يقول لازم تسأليني رسمي. تجلس خولة وتسأله هل توافقي على رفع رواتب الموظفين؟ فيفاجئهم كلهم ويقول نعم. الكل ينصدم وخولة أكتر وحدة تنصدم. مشعال يقول لها ما أبيك تطلعين من الشركة لأن وحدتنا هي اللي تخلي الشركة تستمر. مشعال يطلع وخولة تقول لسلطان وش اللعبة اللي قاعد يلعبها مشعال؟ في شيء مو طبيعي. سلطان يقول ما يدري، فترد عليه حتى لو تدري ما بتقول لي. ويطلع سلطان ومشعال من جهته كل خطوة يحسبها بدقة وكل شيء يسويه جزء من خطته عشان يوقع بخولة. زياد يطلب من محمود يجيب له بعض الأغراض الخاصة بنوها. محمود يجي ومعه الأغراض ويقول لزياد ليه تساعد نوها؟ زياد يرد عليه لو كنت بمكاني بتسوي نفس الشي. محمود يحذره ويقول له إن اللي يسويه غلط ويخبرها إنه مزعل جاء للمطعم وسأل عن نوها وحتى عرف إن زياد هو اللي يساعدها. محمود يقول له إنه خايف عليه. زياد يرد عليه يعني اترك نوها تتزوج واحد كبير بالعمر وهي ما تحبه. محمود يناظره ويقول أنت تحب نوها. زياد ما يرد، فيقول له محمود واضح إنك تحبها. في هاللحظة تدخل نوها وتاخذ الأغراض من زياد وتشكره وتقول له إنها خايفة. زياد يقول لها ما لا تخافين أنا معك. نوها ترد أنا خايفة عليك أنت، وتبان مشاعر الحب على وجيههم الاثنين. سلطان يتصل على سلمى ويشكرها كتير، ونفهم إن سلطان هو اللي طلب منها تضغط على مشعال عشان يصوت برفع رواتب الموظفين. عشان كذا مشعال وافق بالاجتماع لأن سلمى أرسلت له رسالة تقول فيها إذا ما صوت برفع الرواتب بسحب الوكالة منك. مشعال خاف لأنه خطته كلها تعتمد على سلمى.
سلطان يطلب من سلمى لا تقول لأحد إنه هو اللي طلب منها هالشي، ويشكرها مرة تانية ويقول لها إنه خولة إنسانة طيبة وما يبيها تستقيل. بعدها مشعال يرجع للبيت وهو معصب مرة. توصل سلمى فيروح لها مشعال ويقول لها ليه أرسلتي لي هالرسالة؟ سلمى تقول له أنا ما أحب الظلم ولازم ترفعون رواتب الموظفين. مشعال يقول لها بعصبية خلاص عرفت، خولة هي اللي قالت لك. ويضيف خولة ما تفهم بأمور الشركة وهي سبب الخسارة. بمشهد ثاني الأستاذ حسان يجي عند خولة ويقول لها إن مشعال هدده عشان يصوت له. خولة تستغرب وتقول مستحيل، في شي غلط، مشعال ما ممكن يصوت معي بهالسهولة، لازم نعرف السبب. بنفس الوقت مشعال يروح عند إبراهيم ويقول له يجيب له كل المعلومات عن مرض سلمى، ويقول له إن سلمى صارت مع خولة ولازم يرجع مرضها عشان تنهار. إبراهيم يقول له إنه بيجيب له كل شي عنها. بعدها نوال تتصل على مشعال وتقول له إنها عرفت كل شيء، وتقول له إنها متأكدة إنه هو اللي كتب الورقة وإن خولة مستحيل تسوي كذا، وتقول له إذا بنشتغل مع بعض أنا ما يهمني إلا الفلوس. مشعال يعجبه كلامها ويقول لها إنها شريرة مثله ويوافق يشتغل معها. وهنا نشوف إنه نوال ومشعال بيبدأون يخططون مع بعض لتدمير خولة وسلمى. وهنا تنتهي الحلقة.